بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حلول الحادث العميم سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله حجابك لي إذا الكريم تجلى باسم منتقم إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقضي إن زالت العظمات إن الكبائر في الغفران كاللمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منغلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإذا لصحب صلاة النيل كدائمة على نبي بمنهل ومنسجم على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا يا كرمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
الحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفي الحرم يسألوه وفي المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد جناب المحترمين para habaib, para kiai, para asatid, para kawakis, para ibu nyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, khusus panjenenganipun Al-Habib Muhammad bin Nasir Ba'bud, Habib Muhammad Mulakhilah, Gus Abdus Samad Ja'far dan seluruh keluarga Sahibul Hajah. Sebelum kita baca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing menjawi saged mlebet supaya bisa terisi semua. Terus pas musim udan, musim Jawa, lek ten jero masjid niku tambah banget. Lek ten jaba kadang-kadang mungkin jenengan masuk angin. Nggih. Dan kami himbau kepada seluruh jamaah, insyaallah malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Al-Maghfurlah Almarhum Kiai Haji Masyhudi Al-Fadilah Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tumla Rasulullah Muhajir Allah min Isa sallallahu alaihi Muhammad bin Ali bin Ali wa usuli wa furu'in. Tumla Rasulullah dan rijalah zambal wal furaid wal laqdarul baki wal malshubaikah. Tumla Rasul Qutbil Madi al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa usulihi wa furu'in ajma'in. Tumla ruh man dhukirat asma'u fi hadhil waraqah wa anta an bi asma'ihim khususan ila ruh Kiai Haji Masyhudi wa ailatihi an Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah waj'al kubrahum rawdah min riyadil jinan ala hadniyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طاب يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقياء السلام
بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا يشفع لنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه الله الله الله
صلوا عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم أنت القدير قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لا تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل النازل ما قد نزل بالفتح قدم الشديد قل يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم وحي قدير قديم وجيد الله باقي غني غني مجيد الله حي قدير قديم وجيد الله باقي غني مجيد الله عدل إله واحد بار رؤوف بالعبيد كن يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم ودعوني فالذي يهوى دعاني وأبداني من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشفت لثاما أنا يا الله أنا يا الله حبيبي حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله سقاني الكاس أفدي من سقاني أنا لله من تلك المدامى وفاك القيد من بعد امتحاني
مقاما على يا الله على يا الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله حادي راتب لما أنحدني إلى سفح النقامة بين رابا أجبت له ولم ألوي عناني إلى وش ولا أهل الملامة على يا الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عتفتك يجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عتفتي يجي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى ظهري هم أمان الأرض فذكري أهل بيت المصطفى ظهري هم أمان الأرض فذكري شبهوا بالأرض يوم الزهري مثل ما قد جاء عافي سناني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدراجي عتفتي يجي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان بكل أذى فانجو من غدا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدراجي عتفتي يجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فنفعنا ببركاته وادنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي
رات العالمين يا غبيل الجود والكرم مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين عسر فؤادي وزن وداني بدري دجى يزين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين عسر فؤادي وزن وداني بدري دجى يزين انت حبيبي اراك والقاك وافرح بنداك طه بنظره الي طه يا عظيم الجاه طه بنظره الي طه يا عظيم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بابها علامة يا سيد الكونين أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بابها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي اراك والقاك والفرح بنداك طه بنظره الي طه يا عظيم الجاه طه بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط من فائض المنة مجرد في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزل يد بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف عوالم شهادتي والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود ودرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وجل الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضاء باندثار فضل في الكريم والشاسع صلى الله عليه الذي لا تهدره بالتعداد ولا يمل تقره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصبر وجود الثقلان ودان أسراره في الأكوان صلى الله عليه اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب الأمل الأنام نوالا يرى من شرف الوجود بنور القمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترك على مقام وتنهى في مده وتعالى صلى الله عليه الوجود بمثله بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه في شؤونه وكمالا صلى الله عليه من حضرات الامتنان ما يجوز به اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الهلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرنا يده بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه البشر وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بها في الصدور من الإيمان قوائده وتلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه التي تكرم الله بها على البشر ومعوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم بعجل الصلوات وعجمائها وأزكى التحيات وعوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه صلى الله عليه وتولى الشرف العشر بوده وحبه ما أتر الأكوان بنسر ذكراهم نسيب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 الله
وانت قمرها وانت نجمنا
الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاهب علوي جايب علوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاهل الزنبال بجاهل الزنبل شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل اللهم الله صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عابية عبدا لواجبيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا لواجبيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ليلا وصفاتا كان وطغما سمنتي ومولا آدم وكاسالا تنبا Itu tergambar perintah agama تسبان زيارة دا وردة أنا سنسارا Ketiawan akum dan dinul
صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلق قد إراد الله في العلم القديم بظهور أسراس تأسيس للبشر الكريم صلى الله عليه. والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. بيت التصفير في العالم الملاك الكبير عن جمال مسحود بالعين حال وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنكل في بروجه ليتسرى به مسجد قريه وموضع خروجه صلى الله عليه. بما قد أظهر من سر هذا النور ما أظهرت وحسست به من حسست صلى الله عليه. في الأسلاب الفاهرة والأرham الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. وأبقر ظهوره وبحر فالعظمة الراكب لهذه الهروب بيرجم ما في هذا القداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن يلبس لدى في دسم شارع صاف ذلك الموصوف تصفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فالناد عن
يعرب الأكلام عن شهور خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما فده من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مرضه من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وفي الكون منشورة على من الأيام والشهور والسنين دعيت بهذه الحضرات الكريمة ولا يجد تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله عليه كلمة والسامي فادخل شفاعة هذا النبي الشافع وادرحنا براه ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وارزق به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله وما عليه من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد لنور العين لطه زين وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا
الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني الدقائق عند المقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند المقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا هناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا موجب أنت السميع القريب وقل الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه فحين قرب وطع هذا الحبيب
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عيد وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون احتياجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضرب يحلى المثاني فهزار اليوم الغرد واستضيء بجمالي الفضل بالحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا معال فقر المؤابد الله يا نبي سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اشفع لنا في قضاء حاجاتنا عند الله الله عليك فلرب
حصوره العاد إذ حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجادى طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا عليه الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد ومولانا Muhammad. Alhamdulillah, pembacaan salawat Nabi, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Maulid hasanah akan disampaikan kepada ruh kita bersama Al-Karim Ibn Al-Karim Ki Haji Abdul Karim bin Ahmad dari Pacar Keling. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, tokoh masyarakat
masyarakat hadirin, saya sangat boten kula muljaake wabil khusus seleranipun Al Habib Ja'far bin Usman Al Jufri sing sangat kula mulyakaken, ugi kula taati, ugi kula cintai sedaya para habaib sing sampun rawuh boten saged nyebut asmane setunggal-setunggal, boten ngurangi rasa takdim cinta kula dumateng beliau, boten supe dumateng keluarga almarhum al-maghfur lahu Kiai Masyudi sekeluarga sing sangat kula mulyakaken, sedaya para jamiyah sholawatan majelis GMC sing sangat kula cintai, sing sangat kula hormati, muga-muga dimulyakno kali Allah Subhanahu. Wonten setunggal dawuh seorang ulama, Sultanul Ulama Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau dawuhno majalisul khair ja'alaka khairan wa in kunta syarron. Majalisus syarr ja'alaka syarron wa in kunta khairan. Majelis kados ngeten niki para rawuh niki termasuk majelis kesayangan. Kula kali panjenengan tumut-tumut maca sholawat, tumut-tumut ngrungokno ngaji, tumut-tumut kumpul-kumpul ono dik setunggal majelis, ono dik masjid. Niki kempal kula kali panjenengan sing kados ngeten iki para rawuh ja'alaka khairon. Sampeyan iki bakal didadekno wong sing apik. Wa ing kunta syarron, senajan sampeyan iki termasuk wong sing bejat. Senajan sampeyan iki termasuk tiang sing awon. Lungguh kula kali panjenengan, hadir kula kali panjenengan wonten dik mriki tempat dadekno kula kali panjenengan termasuk wong sing apik. Senajan kula kali panjenengan iki termasuk tiang sing awon. Tapi suwalike para rawuh, lek kula kali panjenengan iki longgo ana di tempat sing boten sae, majalisus syarr ja'alaka syarron wa in kunta khairon. Tapi kula kali panjenengan lek lenggah ana di tempat sing boten sae, walaupun kula kali panjenengan iki tiyang sing sae, tapi lenggah kula kali panjenengan ana di tempat sing ndak sae, kula kali panjenengan didadekno termasuk wong sing awon. Kersane Bu, kita boten. Kula kali panjenengan maulutan enak maulutan iki ora. Ilangno sumpek. Utang-utang. Nggih, akeh kreditan ndak lunas. Kan melok sholawatan kan enak, nggih. Nggih. Diambuk bojo seisuk mang. Nggih. Apa mari ngono ditagih gurune anak SPP boleh ndak lunas setahun. Lek sholawatan niku enak, nggih. Nggih ngoten, guru ngono Habib Ja'far maca sholawat, nggih. Nggih sampai ndase ku manggung. Sampai ndase teleng-teleng ndak temu karuane. Niku untung boleh dikei mangan sampean, lek dikei mangan. Tidak dikei mangan yo, Bu. Nggih. Nggih, kula kali panjenengan lenggah sing kados ngeten iku ora keuntungan kata. Siji, kula kali panjenengan iso maca sholawat nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro, kula kali panjenengan iso apa jarine mam iktikaf ono di masjid. Nomor telu, kula kali panjenengan niat ngekoli seorang ulama. Dzikrus sholihin tanazzalur rahmat. Iki akeh keuntungan. Nomor telu, kula nomor papat kula kali panjenengan
kumpule kula kali panjenengan iki iso dadi sebabe kula kali panjenengan iki disepuro dosane kali Allah Subhanahu. Untung kula kali panjenengan iki dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Napa enak dak ono umat kali dos umat Kanjeng Nabi nika. Paling enak niki dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak dadi umat Kanjeng Nabi. Iku apa? Iku ngono iku mergo dungane Gusti Kanjeng Nabi. Mergo napa jaluk Gusti Kanjeng Nabi nang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kula nyuwun teng panjenengan umat kula niki ya Allah jenengan dadekaken kados umat sing boten umat saderenge supados umat kula niki didadosno umatun marhumah umat sing diwelasi. Sampeyan bayangno umat zaman biyen iki para rawuh kula mau setunggal kitab keterangane para rawuh umat di zaman biyen niku ida amila sayyi'atan minhum atau ida amila damban minhum fawajada ala darihi au ala jasadihi fulanan ibnu fulan ya'malu sayyi'atan ya'malu damban fi maudhi'in kada wa kada. Umat zaman riyen iku para rawuh nun sewu lek ngelampai kelakuan maksiat iku para rawuh ditulis di awake utawa ditulis di griyane. Lek mari nglakoni maksiat ditulis ana di raine fulan bin fulan. Langsung di batu ditulis fulan bin fulan apa jare main togel kalah. Langsung ditulis di Allah Subhanahu wa taala. Ngene mboten? Nggih, fulan bin fulan ditulis lari. Fulan bin fulan apa jarene mambengi sewengi ana di wifi delok YouTube, delok film dak genah ditulis di raine. Iku umat zaman riyen. Nggih lho. Mari ono fulan bin fulan ditulis maneh apa iki mari gawa bojone wong. Ono kabeh para rawuh. Umat Kanjeng Nabi aman. Gak ono tulisannya blas. Enak apa dah enak? Enak. Gini mboten. Rasane lek ono tulisan kabeh rai-raine sampeyan iki insyaallah bebek tulisan. Main togel kalah. Go bojone wong, manakno duwi. Nggih mboten apa. Nek iso siti ngomong kula nggih. Rasane sampeyan ndak teko nang majelis selawatan, gak ketine teko aku apa isin. Apa kok isin? Raiku ndak kena gosok blas. Untung apa tak untung? Untung alhamdulillah enak jadi umat Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enak nemen para rawuh jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Tutuk niku tok para rawuh. Lek ana umat Gusti Kanjeng Nabi niku para rawuh nun sewu mari nglakoni kaelekan kaawonan niku para rawuh ndak langsung dicatet di Allah. Kalau kali panjenengan iki para ana malaikat turu. Ana malaikat yamin, ana malaikat shimal. Malaikat kanan, ana malaikat kiwa. Niki para rawuh lek ana wong nggih sing melokan JMC nglakoni maksiat, malaikat kanan ngomong, "Dakhu, amsik." Apa sik menengo dhisik. Ojo ditulis malaikat. Arepe malaikat kiri iki katindang nulis. Krana apa? Iku sing melokan JMC nglakoni maksiat. Apa tepak JMC selawatan. Mari JMC rak temu karuane. Ati ditulis mbek malaikat kiwa. Dari malaikat kanan sik menengo-menengo. Apa? Ojo ditulis dhisik. Terus sampai kapan? Hatta fa'ala khamsa sayyi'at sampai wong iku nglakoni keelekan 5. Dadi kula kalih panjenengan iki ora lek nglakoni maksiat situ gak ditulis ya Allah. Sampai kapan? Sampai 5. Lek wis 5 kate ditulis maning para rawuh, malaikat kanan ngomong amsik, menengo dhisik. Apa jarene? Hatta tantadiru sab'a saat entenono sampai 7 jam.
Iso ndak wong iki nglakoni kaapian? Bonus tok iku. Bonus apa ndak bonus? Bonus. Enak mari. Tidak untung wong dadi umat Nabi Muhammad. Mari nglakoni maksiat ndak ditulis di Allah sampai ping 5. Nggih ngoten. Nggih, mari nglakoni maksiat 5 nun sewu para rawuh. Napa? Kula kali panjenengan iki apa? Dinteni petung jam. Dinteni petung jam. Lho niki para rawuh, lek mari 7 jam iki para rawuh jarene mang dinteni. Wong iki nglakoni amal ibadah apa ndak? Lek mari nglakoni amal ibadah para rawuh iki ditulis bi Allah Subhanahu wa taala. Apa jarene? Dihapus bi Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa sing dilakoni ping 5 iku dihapus bi Allah Subhanahu wa taala mergo kula kali panjenengan nglampahi kelakuan sae. Dadi niku untung nggih. Kula kali panjenengan dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Makane wong-wong biyen niku lek mari nglakoni maksiat sedekah. Karena apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena keapian niku iso ngapus keolohan. Napa kelapan sae kula kali panjenengan iso ngapus lampah Allah kula kali panjenengan, kelakuan awon kula kali panjenengan mergo keapian Pak. Tapi ana siji cerita para rawuh, ana zaman biyen niku ana zamane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamane Gusti Kanjeng Nabi niku para rawuh ana wong iku yutabar at-tammar. Tammar niku wong sing dodolan kurma ana di pasar. Tepat niku para rawuh ya pantes ya jenenge pasar. Nggih, pasar niku macem-macem wonge. Ana sing sublukan kanji, nggih, ana sing lampian takwa, nggih, ana sing cobaan, ngoten. Nggih, wong wedok ana sing sewean, ana sing suwalan, ana sing kaosan, nggih, ana sing lambian tapi nerawang. Lengkap di pasar niku nggih. Nggih, sampeyan takut nang ahli pasar. Insyaallah nggih Mas Ida. Niki di pasar niku para rawuh macam-macam wonge. Siji waktu para rawuh ana wong wedok. Wong wedok niki ayu. Nggih, ayu lek elek, ana sing arep, lek ayu kabeh arep ngono ten. Jarine teko wong wedok iku para rawuh tuku. Tuku niku digodhong. Kan biasa ngoten niku nggih. Mbek sing duwe toko digodhong. Jarine ngomong, sing duwe toko ngomong, at-tammar fi dakhil khairun min hada. Kurma iku sing apik di jero, nek iki elek-elek. Oh jare sing wedok, oh yo. Terus ya apa? Ya delon mbek jero. Melebu, Pak. Melebu yo wong ayu sampean. Nggih, gak tega para rawuh. Gak tega lebu para rawuh. Ditutup tukune. Ret. Tak mikir pun kurma di jaba iku. Nggih, sing penting oleh kurma jero. Nggih, langsung ditutup para rawuh. Langsung ditutup para rawuh, masyaallah. Apa yang terjadi? Wong lanang mangi iki ndak tega delok wong wedok. Pancen wong waras, nggih. Nggih. Nek ketok wong ayu ndak seneng iku ya pancen ndak pati waras, nggih. Niki waras. Waras. Akhirnya para rawuh ndak telaten, para rawuh lebu, para rawuh dirangkul wong wedok. Dirangkul para rawuh diambungi. Dicekel, dirangkul, dirambungi. Mari ngoten para rawuh nun sewu. Apa eling? Ya Allah Rabbi dosa iki. Mari ngrangkul, mari ngrambung eling dosa. Ya sik pindhoan kan ngoten nggih. Eling nang ampun para rawuh, eling nang dosa para rawuh. Wis metu. Tuh para rawuh. Sahabat nang teko nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare dawuhe sahabat mang sing mari ngrangkul wong wedok, sing mari ngambung wong wedok mang pas matur ya Rasulullah inni asabtu dzamban. Gusti Kanjeng Nabi kula niki mari nglakoni dosa.
Apa dosamu? Zina, hal zina takon boten Gusti Kanjeng Nabi. Terus ya apa? Apa kon iki nglakoni mateni wong boten Kanjeng Nabi. Terus ya apa sing nglakoni kon? Kula niki Gusti Kanjeng Nabi dodolan kurma di pasar. Dadi ana wong wedok niku temenyek Kanjeng Nabi. Ya napa aneh kula gak tega Kanjeng Nabi. Kula lebokno Gusti Kanjeng Nabi. Kula lebokno, kula rangkul Gusti Kanjeng Nabi, kula ambungi Kanjeng Nabi. Tapi kon zina, hal jamaah zina ndak kon. Boten Gusti Kanjeng Nabi, cuman kerangkul mbek ngambung tok. Jare Gusti Kanjeng Nabi, "Oh, ya wis, apa kon salat kok? Aqimis shalah. Aqimis shalah tolofin nahar wa zulafal lail." Apa salat kon? Siang malam salat 5 waktu iku iso menghapus dosamu. Enak kon dadi umat Kanjeng Nabi, tapi ojo. Kok dilakoni piye awakmu? Ayo. Kono wong wedok dirangkul diambungi kok cukup mbek salat. Ngene ngoten. Iki zamane Kanjeng Nabi nggih. Tapi apa hadis iki ora ndak menutup. Masih umat Kanjeng Nabi nggih saged mawon nggih. Lek sampean mari nglakoni kaawonan sampeyan iku napa? Endang nglakoni kesayen. Krana napa? Krana kesayen niku ora apa iso menghapus napa kelampas boten sae kula kalih panjenengan. Nggih ngoten. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kronten kula paring panjenengan para rawuh nun sewu. Apa dadi umat Kanjeng Nabi niku paling enak. Umat Gusti Kanjeng Nabi niku para rawuh didhawuhna maneh, "Idza fa'alta sayyi'atan." Apa umat Gusti Kanjeng Nabi niku umat sadere Gusti Kanjeng Nabi niku lek nglakoni kesayan waktu niku tok para rawuh apa jarine wong iku kelambine dadi kelambi langsung mudo. Jadi umat Gusti kesalian niku umat Gusti Kanjeng Nabi niku lek mantun ngelampahi kaawonan langsung mudo blojot dak iso dikelambini. Umat sadurunge Gusti Kanjeng Nabi, tapi umat Gusti Kanjeng Nabi boten rapi. Mari nglakoni maksiat rapi. Dudu ndak iso ge kelambi, rapi. Ngene mboten, kaya wong ndak duwe dosa blas. Umat Kanjeng Nabi niku enak, makanya disebut ummatun marhumah. Umat sing diwelasi nikmat nggih. Ibadah kula kali panjenengan nun sewu para rawuh. Lek dibanding dobi zaman ulama-ulama zaman biyen niku angel kula kali panjenengan, Pak. Nggih, saestu ibadah kula kali panjenengan lek dibanding dobi zaman ulama-ulama biyen gak ono apa-apane para rawuh. Kula kali panjenengan dak lungguh kados ngeten iki para rawuh. Iki termasuk ganjaran sing gedhe. Apa nyelengi kula kali panjenengan. Ana nek donya kados ngeten iki para rawuh. Kranten napa ibadah kula kali panjenengan iku wis gak iso kaya ulama-ulama di zaman biyen terus terang mawon kula kali panjenengan nggih. Kula kali panjenengan apa sih Gus kok boten sami ibadahe wong sak mangkin kambe ulama-ulama zaman biyen krana kula kali panjenengan iki apa ndak iso ngrasakno nikmati ibadah mergo awak kula kali panjenengan iki ana anake iblis. Ono anake iblis. Saka ba'dun nas bi rajulin minas solihin annahu ya'malul bir wala yajidu halawah. Ono wong ku crita teko nang wong sing saleh. Wong saleh kula niki napa nun sewu yai kula niki iso nglakoni amal sae tapi kula niku ndak iso ngrasakno nikmati ibadah. Ya napa kula niki yai? Apa jari dawune ya? Li anna indaka baitu iblis wa huwa hubbud dunya. Krana apa? Krana di awakmu iku ana anake iblis. Apa anake iblis? Seneng dunya. Wala budalil ab ayazura bintau fi baitiha. Maka bapak iki selayaknya iku ngenyangi nyambangi anake. Berhubung kula kali panjenengan iki disambangi iblis, makane salat kula kali panjenengan ndak tahu ngrasakno nikmate salat. Nggih. Lek wong-wong biyen niku ora rawuh nikmat urusan salat niku.
Lek kula kali panjenengan salat iku mergo terpaksa. Nggih. Kula kali panjenengan salat iki mergo terpaksa. Umpama salat iki ndak wajib, fa insyaallah sampe ndak salat. Insyaallah. Kaya contohnya poso Ramadan. Poso Ramadan kula kali panjenengan lek seneng poso Ramadan, duduk Ramadan tok poso. Lek kula kali panjenengan seneng poso, duduk Ramadan tok poso. Berhubung kula kali panjenengan gak seneng poso, maka cukup Ramadan. Saliyane Ramadan ndak tahu poso. Kadang Ramadan ndak poso. Den dia yo, kula takon nang sampean. Poso Ramadan sak enak re, poso Ramadan re ngelak-ngelak ndak ono. Enak re poso Ramadan, apa weteng luwe-luwe ndak ono. Lek potongan koyo awakmu mbek aku ngene iki. Ndak ono. Jadi sampai enak re salat re koyo makan dasi wedhus ndak ono. Goro. Nggih. Saestu. Ayo kula takon nang sampean wis ngene wis ndak usah ruwet-ruwet wis. Nggih. Kula takon nang sampean, sampean teke dasi wedhus gule anget segoe mbek satine. Sampean teke dasi wedhus, yo gule sate wis nikmat wis segoe anget putih empuk. Mari ngono, sampean tak kei pilih, sampean salat sunat rakaat. Sampean pilih salah siji, pilih ndi kon? Milih ndase wedhus. Milih ndase wedhus. Lek kon salat ndak oleh ndase wedhus. Lek kon mangan ndase wedhus, kon ndak kudu apa? Kudu ndak salat. Lek salat ndak oleh ndase wedhus. Jelas kula kali panjenengan milih ndase mergo ndase wedhus seneng enak. Kula kali panjenengan berhubung salat iki ndak krasa enake blas, maka tidak milih salat. Nggih. Apa maneh sampeyan di Gunung Sewu? Napa jarene mari panen pari, tepak mimpi pari, udan. Sampeyan takbir Allahu Akbar, salat moro udan, ndak ono mendung, ndak ono apa, moro udan grodok. Iki pari le ndak ditulung, kokot. Apa ndak payu? Kula takon nang sampean, kira-kira sampean mencolot teko salat apa nerusno salat? Kayak takbir iki lho. Mencolot. Jelas apa? Mencolot dari sampean engko ae kodokan lillahi ta'ala. Nggih, ndak oleh sampean niku sampai kotus salat. Nggih medhot salat mergo urusan dunya. Makane kula kali panjenengan para rawuh lek ndak cidek-cidek mek wong-wong sing saleh, ndak cidek mek para alim ulama, ndak cidek mek wong duriyai Kanjeng Nabi, apa sing kula kali panjenengan andalno. Nggih, makane kula kali panjenengan ana kene iki ayo sing semangat. Semangat ngono lho. Awakmu iku kok neko. Nggih, tepak udan sepi, tepak udan rame. Nggih, lha iki kula kali panjenengan krana niki termasuk amal kula kali panjenengan. Nggih muga-muga para rawuh kula kali panjenengan hadir semacam iki, muga-muga kula kali panjenengan dicatet dadi wong-wong sing apik kali Allah. Muga-muga kula kali panjenengan rawuh kula kali panjenengan semacam niki dadi sebabe kula kali panjenengan termasuk didadosno wong-wong sing cinta nang waline Allah Subhanahu wa taala, cinta nang para alim ulama, cinta nang para habaib, cinta nang para kiai. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya kumpulin iki oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kula kali panjenengan dikabulna bi Allah. Muga-muga kula kali panjenengan didadosno wong sing slamet wonten dunya ngantos akhirat. Muga-muga kula kali panjenengan diparingi panjang umur bi Allah, diparingi sehat walafiat sareng Allah. Hajat-hajat kula kali panjenengan dikabulna kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga tiyang sepah kula kali panjenengan, keluarga kula kali panjenengan, guru-guru kula kali panjenengan, khususan almarhum Ki Haji Masyudi sing diselamati, muga-muga dadosna penduduk ahli surgane Allah. Disebut tendusane kali Allah, dipadakno kuburane kali Allah, dijembarno kuburane kali Allah, diringano siksane kali Allah,
dikepalakan kali guru-guru nih, dikepalakan para alim ulama, dikepalakan kali salafus saleh, dikepalakan kali Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kula kali panjenengan, hajat urusan dunya, hajat urusan keluarga, hajat urusan akhirat, muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngampuni hajat kula kali panjenengan. Sing susah diparingi bunga bi Allah, sing miskin diparingi sugih bi Allah, sing loro diparingi waras bi Allah, sing akeh utange disauri bi Allah, sing ndak duwe jodoh diparingi jodoh bi Allah, sing ndak duwe turunan diparingi turunan kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan diparingi turunan anak-anak sing solehin wa solihat, dadosno anak-anak sing duwe ilmu manfaat, ilmu sing barokah, duwe akhlak kados akhlaki para alim ulama, kados akhlaki salafus saleh, kados akhlaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Niku sekedhik sing saged kula aturaken menawi wonten kekirangan khilafan kula minta beribu-ribu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسر رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمين آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره، وعم ببركته والشريف وجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وقدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين،
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا بعدد كل حرف ألفا ألفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Salat isya, salat subuh pulang dengan adab. Allahumma sholli ala Muhammad.